ابن البيطار هو واحد من أعظم العلماء العرب في مجال الأعشاب والطب الطبيعي. عاش في العصر الذهبي ديال الحضارة الإسلامية وخلى إرث علمي باقي حي حتى اليوم. كان مثال ديال الباحث اللي جمع بين الرحلات، التجربة والملاحظة الدقيقة باش يوصل لمعرفة عميقة بالنباتات وفوائدها الطبية. ابن البيطار الاسم الكامل ديالو أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن البيطار ضياء الدين المالقي. اتزاد في مدينة مالقة بالأندلس حوالي سنة 1197 ميلادي، وتوفى في دمشق سنة 1248 ميلادي. كان طبيب، عالم نبات وصيدلي، وتعلم على يد العالم الكبير أبو العباس النباتي في إشبيلية، اللي علمه كيفاش يجمع النباتات ويصنفها بدقة. من بعد ما تأسس علمه في الأندلس، ابن البيطار سافر عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط باش يجمع الأعشاب ويشوف كيفاش الناس كيستعملوها في العلاج. مر من مراكش، تلمسان، بجاية، تونس، القاهرة، دمشق وحتى الأناضول. هذه الرحلات ما كانتش سياحة، كانت بحث علمي ميداني كيدون فيه كل نبتة، شكلها، رائحتها وطريقتها في العلاج. أشهر كتاب ديالو هو الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، اللي جمع فيه أكثر من 1400 مادة طبيعية بالنباتات، معادن وحيوانات.